اهلا بيكم في فيديو جديد وسلسله جديده تحت مسمى فيديو كل يوم. انا عارف ان الحاجه اللي انا بقولها تقريبا شبه متكرره في كل الفيديوهات اللي انا بعملها، ولكن حقيقي المره دي ان شاء الله انا هحاول التزم على قد ما اقدر في الفيديوهات دي، لانها فيديوهات بسيطه مش بتحتاج جرافيكس ولا بتحتاج صور وايمج وايديت ومش عارف ايه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. ولكن ان شاء الله هخلي الفيديوهات دي اقصر من القصير، يعني لو هي شورتس دقيقه، لو فيديوهات الشورتس دقيقه وفي ناس اصلا ابتدت تمل من فيديوهات الشورتس، فانا هخليها ان شاء الله ما تعديش الوقت اللي هو معقول. مشكله عظمى وهي مشكله التاجيل، ودي حاجه اكيد عند كل الناس، وللاسف هي احنا بنحاول نعالجها ولكن هي مش هتنتهي، لان ساعات بيحصل لنا ايشوز في بعض الحالات فما بنعرفش نفكر وبنضطر ان احنا نأجل حاجه علشان نعمل حاجة تانية. ايه الهدف من السلسلة دي؟ الهدف منها هو اني افكر نفسي قبل ما افكركم ان فعلا الروتين اليومي فرق في حياتي بشكل جذري، وقد ايه انا كنت في الاول فاكر انه حاجة مملة وحاجة مش هقدر اعملها وحاجة اصلا بتسبب لي احباط ومشاكل نفسية، ولكن اكتشفت ان فعلا الروتين اليومي هو اصلا اساس اي حاجة عايز توصل فيها لمرحلة متطورة جدا، هو انك تخليها روتين اكنها زي الاكل والشرب بالظبط، حاجه بتعملها من غير مجهود، من غير اي ما تفكير او من غير حتى يعني من غير ما تفكر بتاكل وتشرب، لما بتجوع بتروح تاكل ولما بتعطش بتروح تشرب. فازاي نخلي الروتين فعلا حاجه شبه كده، وازاي نستغله في اننا نحسن قدراتنا في حياتنا، وده اللي انا هحاول اعمله باذن الله في الفيديوهات بتاعتي علشان نحارب الملل. خلاص هنعمل حمله القضاء على الملل بالفيديوهات دي ان شاء الله، علشان نرتاح من الملل بقى شوية ونحاول فعلا نركز ونسيطر على الأمور وعلى الكلام أو المعلومات اللي بتدخل عقلنا وبنشوفها على السوشيال ميديا أو أي على مواقع التواصل، وده كله في فيديو خفيف وقصير جدا إن شاء الله. ودايما هيبقى معانا قوت، وبما إن النهاردة أولى حلقات سلسلة فيديو كل يوم، فالقوت بتاع النهاردة بيقول: لا خير في القول إلا مع العمل. فأنت كل اللي محتاجه دلوقتي ورقة وقلم وتسجل كل الحاجات اللي أنت محتاج تعملها، أفضل من إنك تتكلم عنها قدام الناس وتفضل تشرحها وتفضل تكبر فكرتك. الأهم إنك تبتدي فعلا تاخد خطوة صح في إنك تنفذها. استنوا الفيديو الجاي لأنه هيبقى فيديو مهم جدا، وأي حد يتمنى إنه يوصل للمرحلة دي في حياته على قد ما هي بسيطة جدا وخطوة يمكن أبسط من البسيطة ولكن هتفرق في حياتك 180 درجة. فتأكد انك عامل اشتراك ودايس لايك للفيديو ده عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.